المحاضرة اللي كانت من 7 شهور دي أنا باشكركم إن أنتم فعلًا ساعدتوني ودعمتوني إن أنا فعلًا أكمّل، رغم إن أنا ما كنتش أصلًا حابب إن أنا أكمّل على اليوتيوب، لإن أنا مشغول فعلًا، وحتى أنا بقى لي فترة كبيرة جدًا ما نزّلتش أي فيديوز خالص، ولكن أنا باشكركم جدًا على الدعاوى اللي أنتم دعيتوها لي، والحمد لله إن أنتم حققتوا نتايج كويسة جدًا بناءً على الإعلانات أو بناءً على الطريقة اللي أنا اشتغلت بيها أو شرحت بيها بطريقة عملية واضحة جدًا. والمرة دي أو المحاضرة دي أنا هاشرح لك فيها كل حاجة تخص ميتا، مش كل حاجة أوي، ولكن بناءً على الأبديتس الجديدة اللي نزلت على ميتا. إن شاء الله المحاضرة دي لو أنت طبقت بناءً على اللي أنا باقوله لك هتلاقي نتايج كويسة جدًا، سواء أنت ميديا باير أو حتى بزنس اونر. طيب أول حاجة كده خلينا نبدأ من الصفر خالص لحد ما نبدأ نعمل كامبين متكاملة، مش هافوت لك أي حاجة إطلاقًا علشان تعرف أنت هتعمل ده إزاي وليه وعلشان إيه كمان. تمام؟ طيب أول حاجة دلوقتي أنا عايز أبيع برودكت أو سيرفيس، لازم نفهم الأول إيه هي الأوبجيكتيف. طبعًا أنا عاملها بالعربي علشان في ناس كانت بتشتكي تقول لأ إحنا عايزين باللغة العربية، أنا عملتها لك باللغة العربية برضه. أول حاجة عندك هنا حاجة اسمها مزاد، وعندك هنا حاجة اسمها حجم. مزاد يعني أنت بتدخل مع المنافسين مزاد على حسب الشيء اللي أنت بتقدمه. أول حاجة الوعي اللي هو الأويرنس. الأويرنس بكل بساطة كده إن أنت عندك براند بتوضح للناس البراند بتاعك أكتر ولا أقل. تمام؟ طيب عندك الزيارات. الزيارات بكل بساطة هي ترافيكس، إن أنت مثلا في عروض البلاك فرايداي إن أنت بتقدم مثلا منتج معين وعايز أكبر عدد من الترافيكس على الويب سايت أو الستور اللي أنت بتقدم. تمام؟ طيب عندك انجيجمنت. أكبر مشكلة بتقع فيها حضرتك ان انت بتيجي تعمل الكامبين بتاعتك اوبجكتيف انجيجمنت، وطبعا انت شغال رسائل بناء على الانجيجمنت، فانت بتلاقي كلاينتس كتير جدا بس ما فيش حد بيشتري منك. بسيطه جدا، لان متى بتقول لك ان التفاعل هو عباره عن انك بتلم ريتش، لايكس، كومنت، انجيجمنت، بس ما بتعملش اي حاجه تانية. يعني هو مش وسيله للتواصل والمبيعات والكلام ده. طيب ليد جنريشن، ودي حاجه مهمه جدا لازم نرجع لها تاني، علشان في ناس كتير جدا عامله اعلاناتها كلها تفاعل. يا جماعه ما ينفعش، حتى يقول لك اصل شركه التسويق هي اللي عملت لي كده. حبيبي شركه التسويق دي دول حلاقين، مع احترام الحلاقين، على الاقل الحلاقين عارفين هم بيعملوا ايه. دول مش ميديا باير، دول مش شركه تسويق اصلا. تمام؟ دول ناس اطلقوا على نفسهم ان احنا هنشتغل في التسويق بس وخلاص كده. طيب العملاء المحتملون اللي هو الليد جنريشن، دي بتفرق طبعا عن المبيعات في حاجه بسيطه جدا. لو انت شغال ريال استيت او بتشتغل مثلا بتبيع كورسز، مثلا عندك اكاديمي، الكلام ده كله، فطبعا انت محتاج تستخدم الليد جنريشن. تمام؟ طيب عشان تجمع ليدز طبعا. طيب ابي بروميشن ده بكل بساطه لو انت عندك ابلكيشن، ولكن مش هنتكلم عنها خالص دلوقتي. سيلز، هي الفكره كلها في السيلز. انا دلوقتي عايز اعمل مبيعات، فانا بختارها مبيعات. هتقول لي لا بس انا بختارها تفاعل. يا باشمهندس التفاعل من الاخر كده ملوش اي 60 لازمه، غير لو انت عايز فولورز، عايز لايكس، عايز كومنت، بس احنا ما بنحتاجهاش في حاجه تانية. صدقني انا مش فاهم ليه الناس بتستخدم التفاعل. التفاعل ملوش لازمه. طيب خلينا ندخل على المبيعات، نعمل متابعه. احنا دلوقتي هنببلش كامبين كامله متكامله لو انت لسه في البدايه وحتى عندك رؤيه واضحه للاعلانات يعني. طيب اول حاجه احنا بنسمي اسم احنا نكون فاكرينه. بعد كده نفترض مثلا انا هسميها اسم، بعدها هندخل هنا على اعلانات كاتالوج. طبعا احنا مش عايزينها دي طبعا بالادفانتج بلس، مش هنحتاجها خالص دلوقتي. طيب عندك اي بي او والسي بي او. طيب ايه الفرق بينهم، واحنا ازاي نقدر نقسم الميزانيه بتاعتنا ونضيف كام كميزانيه على الاعلان؟ اول حاجه ما تجيش تقول لي بعد اذنك انا عايز اشغل الاعلان بتاعي 5 ايام، انا عايز اشغل الاعلان بتاعي شهر، مفيش الكلام ده. انت في مرحله التست بتقعد من 4 ايام لحد اسبوع، دي حاجه معروفه. تمام؟ طيب دلوقتي انت بتبيع برودكت ثمنه $30، انت المفروض تعمل ايه؟ هتعمل 3 مجموعات اعلانيه او 4 على حسب الكرياتيفز اللي عندك، وهنتكلم عن الكرياتيفز لان الموضوع مهم جدا. موضوع الكرياتيفز ده، ما عندكش كرياتيفز يعني انت يعتبر مش هتعرف تعمل اعلانات اصلا، لانك لو عملت اي اعلان كل البادجت على الارض. طيب خلينا نتكلم في الاول خالص احنا هنعملها ايه. ميزانيه المجموعه الاعلانيه وميزانيه الحمله الاعلانيه، الاي بي او والسي بي او. بكل بساطه ميزانيه الحمله الاعلانيه ان انا دلوقتي هعمل 3 مجموعات اعلانيه تحت بعض. حلو حلو، كل اعلان فيهم او كل مثلا ادست فيهم هصرف $10، يعني كده المجموع كام؟ $30. فمتى بتقول لك لا انا هشتغل بالاي اي، يعني انا هشوف دلوقتي الادست اللي فعلا مثلا جايبه انجيجمنت عالي او جايبه سيلز عالي، هبدا ان انا اخفض من ال $30 دول مثلا على كل ادست $10، وادي مثلا $20 على ادست معينه او مجموعه اعلانيه معينه. تمام؟ فهي دي الفكره كلها. فانا مش عايز كده. انا لما بتست بمجموعه ميزانيه المجموعه الاعلانيه. ليه؟ علشان انا لما اصرف ال $30 $10 $10 $10. هتقول لي بس لا انا محتاج ان الاي اي هو فعلا اللي يرشدني وهو اللي يبدا يبعت فعلا او يعمل كل ده اوتوماتيك من غير ما انا اعدل. هقول لك انت في اول 4 أو 5 ايام وانت بتست صح لازم تعمل اللي انا بقول لك عليه ده، علشان
انت لما تيجي التست احنا بنتست بناء على ايه؟ بناء على ان احنا عايزين نعرف ايه الكرييتيفز اللي شغاله، اي مجموعه اعلانيه شغاله احسن، معدل الظهور صرفنا كام، لان احنا بنتحسب بمعدل الظهور، وفي نفس الوقت الكوست بير مسج لو انت هتشغلها طبعا مسجز يعني كسعر الرساله وهكذا. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ المشاركه ما يصل الى 20% من ميزانيتك. انا مش عايز اشغلها. انا مش عايز اشغلها. ليه مش عايز اشغلها؟ لان بكل بساطه انا عايز ادفع $10 بس على كل ادسيت، مش عايز اصرف اكتر من كده، ولا 20% ولا 10%. تمام خلاص احنا فهمنا الجزئيه دي. طبعا ميزانيه الحمله الاعلانيه اللي فوق دي بتفرق معاك لو انت هتسكيل بعدين هتفرق معاك جدا جدا. بس احنا دلوقتي في مرحله التستنج، فما ينفعش ان انا اصرف في الاي اي خالص عشان اعرف ايه اللي شغال وايه اللي مش شغال. تمام، يعني ده شغل بنبتدي من الصفر عشان نفهم احنا هنشتغل ازاي. تمام. طيب نيجي لاسم المجموعه الاعلانيه، هنسميها اي اسم زي ما قلت لك، مش قصه يعني الموضوع مش صعب. طيب ندخل بقى هنا على استراتيجيه دوره حياه العميل. طبعا انا هسيبها زي ما هي. ليه هسيبها زي ما هي؟ لان انا عايز الحصول على تحويلات من كل الجميع، انا مش عايز حاجه معينه، انا عايز دي بس. طيب وجهات الرسائل هنا، انت عايز الكونفرجن بتاعك يبقى ايه؟ مسجز، ولا عندك ويب سايت، ولا عندك ويب سايت وستور في نفس الوقت، ولا انت عندك ايه بالظبط؟ انا هعملها رسائل بصراحه، لان معظم اللي انا شغال معاهم كلهم شغالين اصلا مسجز، وفي نفس الوقت برضو هنتكلم عنها بعدين اللي هو موضوع الويب سايتس والبيكسل والكونفرجن اي بي اي والكلام ده كله يعني. تمام. طيب ندخل على الجزئيه الاهم دلوقتي. انت عايز تشتغل في الخليج مثلا، تمام، اوعى تشتغل على اللي هو ماسنجر اطلاقا، ولا حتى تشتغل على انستجرام، المفروض تشتغل على واتساب بس. طب ليه الكلام اللي انا بقوله ده؟ لانك بكل بساطه لو انت اشتغلت على انستا او ماسنجر انت بتضيع ميزانيتك على الارض، لان الناس دلوقتي ما بقتش محتاجه تستخدم لا ماسنجر ولا انستجرام كنوع من انواع ان هم فعلا جادين وعايزين يشتروا. ده مش ليدز خالص، مش هتعرف تجيب ليدز اساسا لو انت تشتغل ماسنجر او انستجرام، الا لو انت بتبيع ديجيتال برودكت يعني. تمام. طيب خلينا بس نغير ده عشان بس ايه تكون كل حاجه واضحه. طيب في حاجه هنا مهمه جدا، بيقول لك الواجهه التلقائيه موصى بها، وعندك هنا الواجهه اليدويه. دي معناها ايه؟ ده معناها ان انت لو عايز الرسائل تبقى بشكل اوتوماتيك زي ما انت شايف هتبقى بالادفانتج بلس، ولا انت عايز انت تختار بنفسك اي نوع من انواع التواصل او المراسله يعني ككونفرجن. انا عايزها واتس بس، سواء بقى في مصر، في الخليج، في السعوديه، في اي مكان انت هتخليها واتساب بس. تمام. طيب بعدها هتنزل تحت، طبعا انت لازم تربط الواتساب بتاعك، عايز رقم تاني مفيش اي مشكله يعني. طيب هتنزل تحت، تنزل تحت. طبعا كل الكلام ده احنا مش محتاجين. هنيجي للجزئيه المهمه والاخيره، طبعا الاخيره في الجزئيه بتاعت ايه الاستهدافات والكلام. انا اشغل الكامبين بتاعتي ادفانتج بلس ولا اشغل استهدافات؟ اولا انت كده يعني انت ما عندكش حاجه اختياري، كده الاي اي هو اللي هيدخل وهيتدخل وهو اللي هيبدا يشتغل مكانك في الجزئيه، حتما ده اللي هيحصل. طب انت هتعمل ايه؟ احنا هنعمل 3 ادسيت زي ما قلت لك، 3 مجموعه اعلانيه علشان خاطر الكامبين تكون شامله، وهقول لك دلوقتي انت هتعمل ايه بالحق. تمام. وكل ده على فكره نرجع تاني ونقول معتمد على الكرييتيفز، مش معتمد على الاستهداف. الكرييتيفز صح ومظبوط، سواء كوبي او سواء انت عندك فيديوز مثلا، عندك صور، عندك ريلز وهكذا، ده طبعا بيفرق جدا جدا، وهنتكلم عنها طبعا لما يجي. طيب نتكلم عن الميزانيه اليوميه اللي هي الديلي بادجت، وميزانيه الحمله كلها اللي هو اللايف تايم. حضرتك دلوقتي انت بتروح لشركه تسويق بتقول لك احنا هنعمل لك الباقه اللولبيه ب $50 وكلام كله والله العظيم اقسم بالله لو جبت عيل صغير يستحي انه يقول الكلام ده. تمام. يقول لك ميزانيه الحمله الاعلانيه احنا هنصرف 5000 جنيه، احنا هنصرف طب اصلا اساسا ميزانيه الحمله على الخمس ايام دول هو مجرد تيست، اصلا الاعلان ما ينفعش يتقفل. الاعلان يا هندسه ما ينفعش يتقفل. ليه ما ينفعش يتقفل؟ لان انت في البدايه طبيعي مش هتجيب المبيعات الواو في الاول، لان انت لسه بتست. بعد كده بتبدا تشوف نتائج كويسه بناء على السكيلينج، ان انت لما بتشوف نتائج بتسكيل بعدها. طيب احنا المفروض نعمل ايه؟ هندخل على الميزانيه اليوميه. بعدها احنا بنختار دلوقتي الميزانيه، مثلا سي انت عندك منتج ثمنه 1000 ريال، فانت هتعمل ايه؟ هتصرف 500 ريال. طيب ال 500 ريال مبنيه على ايه؟ مبنيه على الادسيتس اللي موجوده، يعني انت هتصرف مثلا 100 او 150 وهكذا. انا مثلا هصرف دلوقتي 500 جنيه مثلا. تمام. طيب ركز معايا، هو هنا بيقول لك سننفق متوسط من 500 ل 700 ل 875 جنيه. ده معناها ايه؟ ده معناها ان انت النهارده مش شرط ان انت هتصرف 500 بس، ممكن تصرف 875 جنيه. طب ليه؟ ايه السبب؟ السبب ان بكل بساطه متى لما انت بتقول ان انا هصرف النهارده 500 جنيه هي بتقول لك طب افرض انت النهارده الميزانيه دي خلصت، النهارده البادجت دي خلصت اللي انت محددها، طب افرض ان جالك عدد رسائل كتير، عدد مبيعات اكبر، جالك ليدز اكتر، فطبيعي هو هيصرف اكتر، فده لمصلحتك. لكن تاني يوم ممكن تلاقي ان انت النهارده لو صرفت 800 جنيه ولا 1000 جنيه، تاني يوم هتلاقي 300 جنيه ولا 500 جنيه، لان مش كل الايام شبه بعضها من حيث السيلز او المبيعات يعني. تمام. او من حيث الكونفرجن حتى. فهي دي الفكره كلها. فانت النهارده لما تيجي تصرف ما تخافش لو هو صرف اكتر، لان اليوم التاني بيعوضك، ما تقلقش، الموضوع مش صعب. طيب نتكلم هنا بيقول لك ايه؟ ان انت لو هتيجي تصرف هتصرف الاجمالي الكلي 3500 وهو ده الصح. يبقى انت النهارده
النهارده ما صرفتش حاجه زياده. هي نفس الفكره، لان انا بشوف ناس بتخاف. لا، انت ما تخافش، انت كده هتصرف على مدار الاسبوع الرقم اللي انت اصلا محدده بشكل يومي، بس موضوع مش صعب اطلاقا. طيب ليه انا بقول لك ما تستخدمش لايف تايم؟ بكل بساطه، النهارده لو انت مشغل كامبين بتقول له 5 ايام، متى كده عرفت ان انت خارج المزاج بعد اسبوع؟ فهي مش هتدي لك الاولويه. طبعا الناس مش هتصدق الكلام ده. انا بقول لك الكلام ده بناء على ايه؟ بناء على ان انا اصلا الحمد لله شغالين مع شركات، يعني مش جاي اقول لك مثلا حاجه وبجرب، لا انا بقول لك الحقيقه. انت لو هتشغل اعلان يستمر معاك وفعلا تدخل مزاد بشكل موثوق 100% وتحقق مبيعات، لازم تعملها ميزانيه يوميه علشان حتى تعرف تحلل بشكل يومي، يكون في تقرير على الاقل تعرف لو في مشكله لا قدر الله تعرف ايه سبب المشكله. انما ميزانيه الحمله كلها مش هتعرف تعمل ده. تمام؟ فدي حاجه مهمه جدا. طيب هنا بقى دي جزئيه مهمه جدا. انت النهارده بتعمل تاريخ انتهاء ليه؟ المفروض اصلا ان انت لو عملت تاريخ انتهاء يبقى كده انت شغال زي ميزانيه الحمله كلها اللي هي اللايف تايم. لا، انا عايز ديلي بادجت. يبقى انا النهارده لما اجي اشغل كامبين اعمل عدم تعيين تاريخ الانتهاء، يبقى كده انا بعرف متى ان الاعلان بتاعي مش هيقف، يبقى افضل شغال ومن غير اي ستوب خالص اطلاقا، افضل شغال شغال شغال. تمام؟ يبقى انا كده مش هروح بقى مثلا اقفل اعلاني وافتح، لا انا مش عايز اللخبطه دي. انا عايز اشغل الكامبين بتاعتي، ولو حصل حاجه اقدر اعمل اديت او اعمل دبليكيت مثلا للكامبين لو هسكيل والكلام ده كله. انما لو انا هقفل الاعلان، لا، الاعلان ما يتقفلش تحت اي ظرف. الاعلان ما يتقفلش. تمام؟ طيب حتى لو الاستوكات خلصت ما تقفلش الاعلان، لانك هتخش في مرحله الليرنينج، مرحله التعلم، وهيبقى الموضوع وقصه كبيره جدا. لا، ما تقفلش الكامبين مهما كان. طيب ندخل على جدوله الميزانيه. خلاص احنا اتكلمنا عنها، مش محتاجين كل الكلام ده، احنا محتاجين ندخل هنا على الاودينس اللي هو الجمهور. طيب دي مشكله انت بتقع فيها وبتقعد دايما تتكلم عليها. دلوقتي انا بعمل والله الكامبين مثلا من سن 23 بيجي لي سن 18، طب اعمل ايه؟ لان الادفانتج بلس شغاله. فانا النهارده هعمل زي ما قلت لك ان انا هقسم الاودينس على 3 مراحل. ازاي؟ ان مثلا هنا في المجموعه دي انا عاملها ادفانتج، في المجموعه الثانيه اعملها كذا اعملها كذا، لحد ما ابدا اطلع بالادسيت اللي فعلا ممتازه وهتحقق لي العائد اللي انا محتاجها، او المجموعه اعلانيه حتى لو واحده من ضمن الثلاثه. تمام؟ طيب يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنختار اول حاجه كده المابس اللي هو الخريطه. انا هستهدف مين على الخريطه بالظبط؟ انت مثلا هنا ضايف مصر. تمام؟ اكبر غلط. طب انت دلوقتي لو مثلا بتبيع مبيدات والكلام ده كله، فطبيعي انت مش هتعملها تضمين المدن فقط او مصر كلها، هتعمل هنا ايه؟ استبعاد المدن. يبقى انت كده بتستهدف الاماكن اللي فعلا تقدر تشتري منك الشيء. تمام؟ طيب دلوقتي انت عايز تبيع حاجه مش بتخص القرى خالص او مش بتخص الارياف والكلام ده كله، هتعمل ايه؟ هتشيل دي خالص كده، وبعدها هتروح هنا على ال3 نقط بعدها تضمين المدن. كل اللي انا قلته ده غلط. هتقول لي ازاي غلط؟ هقول لك دلوقتي ازاي غلط، لان انا عارف ان انت بتعمل كده، بس ده غلط. ليه غلط؟ لان بكل بساطه انا لو عملت كده انا بصرف ميزانيتي على الارض. واعرف ناس بدون ذكر اسماء، ويعني ناس مشهوره للاسف بتعمل الحركات. يقول لك مثلا في مطعم او في مثلا براند ملابس، هو مش ما عندوش تغطيه مثلا لمكان معين، يقوم عامل المكان بكل حاجه، يقول لك علشان بس ما اخسرش الاستهداف يعني والكلام ده كله. لا، مش حاجه اسمها كده. انا لازم كل حاجه اعملها بشكل محكم 100%. ما ينفعش ان انا اسيب حاجه واعمل حاجه صح، لا، كل حاجه لازم تكون صح. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ بشكل منطقي كده انا بختار المدن والاماكن اللي انا اللي فيه تغطيه مثلا فيها كدليفري مثلا او شحن او توصيل والكلام ده كله. فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ هعمل مثلا كايرو مثلا، هضغط على كايرو كده مثلا. هنا بيقول لك ايه؟ ولايه ومدينه. طب انا عايز اختار ايه؟ اختار المدينه طبعا، لان انا عايز استهدف القاهره، مش عايز استهدف بقى ولايه، لا انا عايز استهدف القاهره كمدينه. طيب منصوره مثلا ممكن اعمل كده. طيب عندك هنا برضو لسه ما وصلناش. طيب عندك هنا بيقول لك مكان، عندك هنا مكان. لا انا مش عايز مكان ولا عنوان. لو جيت بصيت انا مش عايز ده، انا عايز مدينه المنصوره، مش عايز حاجه ثانيه. تمام؟ فهكتب هنا كلمه مدينه. طيب عندك هنا المنصوره القاهره، عندك هنا كمان نبرو، عندك هنا كذا، عندك هنا كذا. فانت برضو لازم تختار مدينه او محافظه، فانت بتختار على حسب اللي انت عايزه. فزي ما انت شايف كل ده انت مش محتاج، انت محتاج كلمه مدينه. تمام؟ يعني حتى لو انا مثلا كتبت المنوفيه مثلا، زي ما انت شايف المنوفيه، لا انا عايز ايه؟ مدينه او محافظه. تمام؟ يبقى انت ما ينفعش تكتب كلمه مكان دي، لان انت كده بتبوظ الدنيا. تمام؟ طيب نفترض ان احنا كده عملناها خلاص، وانت ضفت المدن اللي انت عايزها وضفت كل حاجه انت عايزها. هتعمل ايه؟ هتنزل تحت بيقول لك الوصول الى المزيد من الاشخاص من المرجح ان يستجيبوا الاعلانات. غلط، ما تشغلهاش. ليه ما تشغلهاش؟ هقول لك ليه. مثلا انت عندك مطعم او عندك مثلا براند ملابس وهكذا، فانت بتغطي اماكن معينه، فهو ممكن في مكان معين في القاهره مثلا انت مش متارجته، فهيتارجته لك على امل ان الناس دي فعلا مهتمه بالفعل، بس انت ما عندكش تغطيه للمكان ده، فده ما ينفعش. طبعا ينفع في مجالات ومجالات. تمام؟ طيب ندخل على الحد الادنى للعمر. اول حاجه على حسب طبعا المجال بتاعك وشغلك. فالنهارده لو مجالك النهارده بيقول ان انا بستهدف من سن 23 لحد سن 40، اعمل ايه؟ هعمل هنا 23. طبعا انا كاتب تضمين الاشخاص على واتساب
الذي لم يتم التعرف على اعمارهم، لا سيب شيلها خالص. ليه؟ لان ده مش هينفعنا خالص خالص خالص. طيب ننزل تحت على اللغات. اللغات دي معناها ايه؟ دي اكبر مشكله بيقع فيها حتى اللي بيعملوا اعلانات في الخليج. ايه هي المشكله؟ المشكله ان هو بيضيف العربي وبيضيف كمان انجليزي. طب انت ليه بتضيف انجليزي؟ ما تضيف عربي بس. يعني انت هنا لو كتبت العربيه بس، العربيه بس، خلاص كده. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هنا هفهمك بقى متى بتشتغل ازاي. لو انت طبعا هتشتغل على الانستا او طبعا، بس هو انستا بس عشان الخليج ما بيستخدمش فيسبوك. هتعمل ايه؟ هو بيشوف الجمهور اللي انت مستهدفه دول، ان انت بتقول اللغه، فبيبدا يشوف مثلا احمد وسالم وابراهيم ومنى واميره وهكذا، دول داخلين جروبز مثلا عربي باللغه العربيه، او مثلا عاملين اعدادات الموبايل بالعربي، فهو بيستهدف العربيه بس. يبقى الناس اللي عامله الجهاز بتاعها باللغه العربيه او داخلين في جروبز او عندهم اصدقاء عرب، فهو ده اللي هم بيستخدموه. انا بس بفهمك موضوع اللغات ده مهم ليه، وليه احنا المفروض نضيف العربيه. ما هو انا لازم افهمك ليه انت لازم تعمل كده اصلا، دي حاجه مهمه. للاسف الكورسات بتيجي تقول لك ايه، انت لازم تعمل كذا. طب ليه اعمل كذا؟ ما هو انت لازم تفهمني. فانا النهارده جاي اوضح لك، لان للاسف في ناس كتير ما بتفهمش الكلام ده، لانهم ما خدوش الكلام ده، ما فهموش، ما عرفوش الكلام ده، فلازم انت تعرف الكلام ده. تمام؟ طيب اقتراح جمهور عندك هنا، لو جينا نزلنا تحت بيقول لك تقييد تبديل الاعداد. طب انا ليه عملت كده؟ هقول لك ليه عملت كده. تعالى ننزل تحت كده شويه على الجمهور المخصص على الاستهداف التفصيلي. لو جيت ضغطت هنا كده وعملت طبعا اللغات، انت عملت اللغات. طيب الجنس بس خلينا نوضح حاجه مهمه قوي. انت عندك الكل، الرجال، النساء. لو انت عندك براند ملابس مثلا اطفال، لا تعمل الكل ولا تعمل رجال، اعمل نساء بس. لان بشكل منطقي كده مين راح يشتري هدوم للاطفال؟ هو مين اصلا بيشتري هدوم للاولاد؟ اكيد الست، النساء. فانت لازم تختار النساء طبعا على حسب مجالك. انا مش بقول لك يعني تستخدم ده وبس، لا. تمام؟ طيب هتعمل ايه؟ هتختار هنا مثلا الكل. بعد ما تختار الكل هتروح للعمر. انا لازم طبعا اقفل الادفانتج، لان انا طبعا هنا مش هحتاجها خالص. فهعمل هنا من سن 23، احنا اتفقنا على ايه؟ على 40. تمام؟ على حسب مجالك برضو. انا مش بقول لك لا، انا مجالي مثلا من سن 23 ل 40 او النشاط اللي انا بقدمه يعني. تمام؟ طيب استخدام كاقتراح، لو انت لغيتها ايه اللي هيحصل؟ بص كده فوق هتلاقي الادفانتج بلس اتقفلت. طب انا شغلتها تاني، طب انا قفلتها، ايه اللي حصل؟ زي ما انت شايف اتقفلت كده خلاص. انت بتشتغل بشكل مانوال بنسبه 30%. مش بقول لك برضو بنسبه 100%، بنسبه 30% بس. تمام؟ طيب ننزل هنا تحت على الاستهداف التفصيلي. بص بقى، الاستهداف التفصيلي انا عن نفسي شايف ان هو اصلا مهما عملت، هو كده كده الاي اي هيشتغل مكانك في الجزئيه. يعني مهما عملت، بس انت على الاقل هتضيف بس بيهافيرز واحده وانترستد 2 بس كده، ما تعملش اكتر من كده. تمام؟ يعني انت لو جيت بصيت هنا في التصفح هتلاقي عندك هنا اهتمامات انترستد، عندك السلوكيات، وعندك البيانات الديموغرافيه. فانا هستخدم واحده سلوكيات، واحده 2 اهتمامات بس. انا مش عايز اكتر من. تمام؟ طيب ما تكترش اكتر من كده يعني. طيب ننزل تحت خالص المواضيع. طيب المواضيع دي اللي هي البليسمنت، وركز جدا معايا عشان انت بتضيع فلوس كتير قوي على الارض بسبب الجزئيه دي. اولا مهما كان لو احنا هنعمل كذا مجموعه اعلانيه لازم ان احنا نقفل ادفانتج بلس. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه حالا دلوقتي. تعال ننزل تحت شويه. ننزل هنا هتلاقي عناصر التحكم في الحساب، هنضغط عليها كده. هتلاقي هنا تعديل العناصر، هنلاقي هنا عرض الاعدادات. طيب ايه اللي هيحصل هنا؟ طبعا انت شايف ان هي شغاله، حتى بيقول لك هنا انت مشغل هنا في الميزانيه، في الجمهور، في المواضع. كده كده لازم الادفانتج بلس تشتغل، ولكن احنا هنحاول ان احنا نقفل حاجات معينه. تمام؟ طيب هننزل تحت خالص هنلاقي كل الاجهزه. لو انت بتقدم مثلا موبايلات وهكذا، اي او اس او اندرويد، ممكن تختار بس اندرويد او اي او اس، مفيش مشكله. طيب فقط عند الاتصال بشبكه واي فاي. معناه ايه الكلام ده؟ معناها ببساطه كده، لو انا قاعد في كافيه مثلا او ماشي في الشارع او ايا كان، اكيد بستخدم داتا 100%. فطبيعي انا مش فاضي للاعلان بتاعك ولا فاضي لاي حاجه، انا اصلا بسلي وقتي. فطبيعي انا مش هتفرج على الاعلان بتاعك حتى لو انا مهتم. كده كده هقابل 100,000 اعلان بعد كده بنفس الشيء اللي انت بتقدمه. فانا هعملها واي فاي بحيث ان هو يبقى في مكان مستقر. ودي تركايه للاسف بنسبه 1% بس اللي بيعملها، مش عارف ليه، بس هي مهمه جدا. طيب ندخل هنا بقى على البليسمنت هنا. لو انا هستخدم فيسبوك امتى استخدم فيسبوك، ولو انا هستخدم واتساب امتى استخدم واتساب، وانستجرام لو انت في الخليج او في اي مكان في العالم لازم انستجرام. طيب فيسبوك لو انت بالتارجت الخليج ما تستخدمش فيسبوك خالص، تحت اي ظرف ما تستخدمش فيسبوك خالص. تمام؟ وانا اصلا يعني انا بصراحه انا بكره فيسبوك بعيدا بقى، يعني هو على المستوى الشخصي يعني. طيب واتساب هنا هم عملوا ميزه ان الاعلانات بتاعتك بتظهر على الواتساب بس بطريقه مختلفه، الا ان الموضوع كبير مش هنتكلم عنه دلوقتي. بس انا بصراحه مش شايفها ان هي ميزه قويه جدا، لكن بتنفع في مجالات معينه برضه. طيب بيقول لك السماح بالانفاق المحدود على المواضع المستبعده. لا. ليه بقى لا؟ لان طبعا هو دلوقتي هيدخل على حاجه اسمها اودينس نتورك. يعني ايه؟ يعني مثلا ميتا متعاقده مع لعبه معينه مثلا، يظهر اعلانات في بتاعت ميتا مثلا
مثلا اللي هو اعلاناتك وهكذا في لعبه معينه. هل لو انا بلعب لعبه او داخل في جريده او في ويب سايت معين، ما انا اكيد برضو مش هيلفت نظري مثلا الحاجه اللي انت بتقدمها، ما هو اصلا انا مشغول في حاجه معينه، عقلي مش هيسيب كل ده ويروح على اعلانك انت، تمام؟ فطبيعي انا هستبعدها. طب ليه هستبعدها؟ لان انا مش محتاجها، فاهمني؟ انا بس محتاج استخدم انستا بس، شكرا، انا مش محتاج حاجه غير كده. لكن لو انت طبعا يعني غير الخليج، لا طبعا استخدم فيسبوك، مفيش اي مشكله يعني. بس احنا لو رجعنا هنا تاني هنلاقي ايه؟ هنلاقي هنا ان الميزانيه بس اللي شغاله اي اي. طب هي شغاله اي اي ليه؟ شغاله اي اي لان في حاجات معينه او في تريكات معينه انا طبعا لازم استخدم الميزانيه تبقى ادفانتج بلس، تمام؟ طيب عندك هنا الجمهور، عندك هنا المواضع، يعني هنا البليسمنت، عندك هنا كمان الجمهور مش شغال بادفانتج بلس. لو جيت بصيت على النقاط هتلاقي 37. في ناس كتير تيجي تقول لك ايوه بس النقاط 37 ليه؟ النقاط 20 ليه؟ ما هو انت كده كده مش مشغل ادفانتج بلس. هو اصلا اساسا متى عايزاك انك تشغل ادفانتج بلس؟ فانا لسه هعمل كذا اد سيت كمان، يعني انا لسه هدبليكيت دلوقتي، يعني ما تقلقش. طيب احنا خلاص ضفنا كل حاجه، بعدها هنيجي نعمل التالي. طيب التالي دي مبنيه على ايه بقى؟ هنا بقى اهم جزئيه. شوف علشان نختصر الامور على بعض، لو انت ما عندكش كرييتيفز ما تعملش اعلان اصلا. انا بيجي لي شركات تعمل معايا، الميزانيه ممتازه، بس بكتشف ان مفيش كرييتيفز. عندك كرييتيفز؟ لا شكرا سلام عليكم، مش هقدر اشتغل معاك. ليه؟ لان انت ما عندكش كرييتيفز، فانا مش هقدر ان انا اقدم لك اي حاجه بصراحه، لان الاعلانات اصلا شغاله يعني بنسبه 90% عن الكرييتيفز، عن الكونتنت اللي انت بتقدمه، فدي حاجه مهمه جدا. فلو انت ما عندكش كرييتيفز بسيطه جدا، روح على، خلينا نروح مع بعض، ايه المشكله؟ خلينا نروح مع بعض نكتب هنا مثلا مكتبه الاعلانات. يعني انت لو دخلت هنا على مكتبه الاعلانات او ادز لايبراري هتلاقي هنا طبعا اعلانات كتير جدا للمنافسين. نفترض مثلا انا هدخل على السعوديه او في مصر او اي مكان عموما، مثلا الفئه الاعلانيه بعملها كل الاعلانات، وبعدها مثلا هكتب اي حاجه انا عايزها، هكتب مثلا كورس مثلا، مفيش اي مشكله. طيب دخلت على كلمه كورس وعملت سبميت. طب ايه اللي حصل؟ هلاقي هنا اعلانات كتير جدا للكورس. طبعا انا ما انصحكش انك تعمل كده، على حسب المجال بتاعك طبعا، تمام؟ طيب هتلاقي هنا واحده اسمها اسماء حسن، كورس انت وصوره بقره، ماشي، صيدليه الشناوي ينفع، ماشي. انت هنا بقى بتعمل ايه؟ هنا بتشوف الناس اللي داخله مزاد اللي هو المنافسين بتوعك، فانت بتروح تعمل ايه بقى؟ مثلا نروح هنا على التداول، ربنا يبعدنا عنهم، خلينا نشوف حاجه ناس محترمه. طيب مثلا نروح هنا على اسماء حسن، تمام؟ نبص كده عليها، عملت اعلان من امتى؟ 31/10/2024. ركز جدا على اللي عامل اعلانات من زمان مش دلوقتي، لان من دلوقتي او من مثلا شهر اعرف ان هو بيتست زيك، لا انا عايز الناس اللي عامله اعلانات من زمان. طبعا هي عامله غلطه هنا ان هي مشغله ماسنجر ومشغله اودينس نت، وده اكبر غلط طبعا كبليسمنت، ان انت ما ينفعش ان انت تعلن على المنصتين دول خالص اطلاقا. طيب لو جيت بصيت هتلاقي ان هي عامله اعلان من سنتين اصلا، وداخله يعني يعتبر داخلين على 3 سنين كمان. فزي ما انت شايف، انت المفروض تعمل ايه دلوقتي؟ المفروض ان انت تقتبس بعض الكرياتيفز اللي هي عاملاها. فزي ما انت شايف كده هي عامله مثلا فيديو زي ده، انت بتدخل تشوفه بحيث ان انت تقدر تقتبس الافكار، ولكن مش شبهها قوي، مش نفس الافكار قوي يعني، فاهم؟ طيب بتدخل برضو وتشوف الباقي عامل بيعمل ايه، شغال ازاي والكلام ده. بيقول لك اخسري وزنك. طب انت شايف مليون كورس اصلا كلهم مش شبه بعض، ليه؟ لان انا كاتب كورس بس، المفروض اكتب كورس مثلا كذا 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 علشان خاطر يبدا يشوف المنافسين اللي هم شغالين نفس الشغلانه اللي انا شغالها يعني، تمام؟ طيب انت خلاص شفت الكرياتيفز، هتبدا ان انت تنفذ زيها ويمكن احسن منها. فاحنا كده بنعمل تغذيه بصريه يعني، حتى الجرافيك ديزاينر عارفين انا بقول ايه كويس. طيب ندخل هنا على اسم الاعلان. طبعا زي ما قلت لك انت بتختار اسم الاعلان بتاعك، بعدها بننزل هنا تحت شويه هتلاقي هنا طبعا، ودي حاجه مهمه جدا، انا بشوف ناس بتستخدم انستا مختلف ويقول لك اصل الاعلان مش جاي لي والاعلان، لا انت لازم تختار الانستا بتاعك صح، مش انستا مختلف يعني. طيب انت عندك هنا الدارك بوست، وعندك كمان استخدام المنشورات الحاليه. يعني ايه دارك بوست او ايه فكره الدارك بوست؟ انا برشح ان انت لما تيجي تنزل كرياتيفز ما تختارش كرياتيفز موجوده عندك او كونتنت موجوده عندك على الحساب بتاعك. هتقول لي اصله جايب تفاعل، هقول لك ايه المشكله جايب تفاعل؟ ما هو انت لو جيت شغلت الكامبين بتاعتك دلوقتي حاليا على كرياتيفز موجوده عندك بالفعل على ميتا، يعني فيسبوك انستا وهكذا، فانت يعتبر بتدمر الالجوريزم عندك. والله اعلم انا سمعت الكلام ده وطبقت بالفعل، وحسيت ان في مشاكل حصلت كتير جدا 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 لما بدات اشغل اعلانات موجوده عندي على المنشورات الحاليه، ودي مشكله كبيره جدا. فانا بشغل دارك بوست. طب هيفيدك في ايه الدارك بوست كمان؟ لو انت بتبيع ديجيتال برودكت، ونقول مثلا انك بتبيع كتاب رقمي PDF مثلا، ونقول ان الكتاب ده في مصر بتبيعه ب 500 جنيه، عايز تبيعه في السعوديه بسبب فرق العمله ب 100 ريال، عايز تبيعه في الكويت. فطبعا انت لو جيت نزلت بوست معين على البيج عندك، ما هو كله هيدخل على البيج عندك ويشوف يقول لك لا ده الاسعار مختلفه. فلا طبعا انت بتختار دارك بوست. وطبعا لو انت عامل عروض، لو عندك يعني منتج فيزيكال، فطبعا بكل بساطه لو انت بتبيع مثلا القطعه دي السنه اللي فاتت ب 500 جنيه بتبيعها دلوقتي مثلا ب 1000 جنيه، فيقول لك لا اصل انت كنت بتبيعها ب 500 جنيه. لا انت تبعد عن كل المشاكل دي، هتعملها انشاء الاعلانات. وفي نفس الوقت كمان الاعلان ده بكل بساطه في حاجه اسمها بوست
اي دي. يعني انت لو جيت شغلت كامبين تانية ومثلا انت مش عايز تفقد الانجيجمنت اللي موجوده، هتبدا تستخدم البوست اي دي وهتلاقي نفس الانجيجمنت، نفس اللايكس، نفس الكومنتس، نفس الشير، كل حاجه بتبقى موجوده. فانا شايف ان الدارك بوست هو احسن بكتير جدا. طيب بعد ما تعمل ده ايه اللي هيحصل؟ هتبدا انت تضيف بقى الكرياتيفز اللي عندك، ولكن في جزء مهم جدا لازم اكلمك عنه. ايه هو الجزء ده؟ طبعا بيقول لك اعلانات من معلنين متعددين يمكنك ان يظهر اعلانك. دي معناها ايه بكل بساطه؟ يعني انت الاعلان بتاعك شغال، هتلاقي اعلانات لناس تانية، مش شرط يكونوا منافسينك في حاجات تانية، اهتمامات تانية، مثلا في كلاينت مهتم بالكورسات ومهتم بكذا حاجه تانية، فهيلاقي اعلانك جنبهم. طب دلوقتي هو العقل اصلا بشكل عملي كده، هو لما بيشوف كذا حاجه انترستد عقله بيتشتت، فما بيتفرجش على اي حاجه فيهم. فدي مشكله كبيره جدا. لا طبعا انا هبعدها، هي سايكولوجي شويه بس هتفرق معاك جدا صدقني. تمام. طيب نيجي هنا لاعداد التصميم. على فكره الكلام ده والله العظيم بيدفع عليه فلوس، بيدفع عليه فلوس كتير قوي. فانا يعني مش طالب منك حاجه غير انك انت تدعي لي وتدعي لوالدي بالشفاء، بس مش عايز منك حاجه. يعني انت لو عملت ده انا ممنون ليك جدا جدا صدقني. انا مش محتاج منك حاجه غير دعوه حلوه جدا في الكومنت بس، شكرا. مش محتاج منك حاجه تانية صدقني. لا بقول لك ادفع لي ولا بقول لك اي حاجه، انا بقول لك انا بدي لك معلومات اقسم بالله بيتصرف عليها الاف مؤلفه. يعني انت بتروح تصرف الاف مؤلفه عشان بس تعرف الكلام ده. تمام. وده مش كلام بيزكس، بالعكس انا بكلمك هنا بناء على الابديتس بتاع ميتا اللي لسه نازل في رمضان اللي فات. تمام. اللي هو ما كملش شهر اصلا. فالحاجات دي مهمه جدا، وعلى فكره الابديت ده هيفضل شغال لسنين كمان، فالمفروض انت تدعي لي على حاجه زي ده. انا مش محتاج منك حاجه تانية، شكرا. خلينا نتكلم عن اعدادات التصميم. طب انت هنا بس في حاجه مهمه جدا، بيقول لك ايه؟ اختبار التصميم يمكنك المقارنه بين ما يصل الى 7 من الاصدارات المختلفه للتصميمات، زي الفليكسبل كده بالظبط. يعني اللي هو انت بتعمل هنا اعداد اختبار، وهنا طبعا بتختار كم اعداد الاعلانات زي الاي بي تيستنج والكلام ده كله، لكن انا مش محتاجه. انا هستخدم هنا اعداد التصميم، وبعدها هعمل هنا اعلان لصوره او فيديو على حسب اللي عندك. تمام. بس انا بفضل دايما وانت هنا بتيجي بيقول لك تنسيق دوار، يعني الكاروسيل والكلام ده كله، او صوره او فيديو. طيب دي معناها ايه؟ ده معناها ان انا هنا هبدا اضيف اكتر من فيديو واكتر من صوره. فدي طبعا مهمه جدا، بس يعني انا شايف ان انت تستخدمها صوره او فيديو واحد ده احسن، لان احنا هنعمل كذا مجموعه اعلانيه دلوقتي. فانا شايف ان ده الافضل وده الاحسن دلوقتي حالا. تمام. اعداد التصميم هتستخدم طبعا الفيديوز اللي عندك او الكونتنت اللي عندك. تمام. طيب بناء عليه، بناء ان انا دخلت هنا على مكتبه الاعلانات وبدات ان انا طبعا في تولز كتير جدا اي اي بتقدر ان هي تعمل لك ده من غير ما انت تدخل هنا وتتعب نفسك. طبعا الكلام ده سهل جدا مش صعب، بس انا بقول لك برضو على الطريقه البيزكس بحيث ان انت تشوف وتبدا ان انت تشوف بنفسك الكرياتيفز شغاله ازاي. تمام. طيب الكرياتيفز معموله ازاي؟ تمام. خلينا هنا ندخل. طبعا انت بتضيف الصوره، بتضيف الفيديو، بتضيف كل حاجه. بعدها هنا بقى بنيجي لجزئيه مهمه قوي قوي قوي. ايه هي الجزئيه دي بقى؟ دلوقتي القالب المقترح، انت لو عندك قوالب محفوظه مفيش مشكله. تمام. انا هنا عندي اصلا قوالب محفوظه، ولكن خلينا هنا ندخل مثلا نعدل. طيب في حاجه لازم انت تكون عارفها. هنا بيقول لك النص ده عباره عن ايه؟ ان انت هنا بتكتب له كلام بناء على الكلام اللي موجود هنا. تمام. فانت بتختار الكلام اللي انت عايز تقوله او تفهمه مثلا جزء معين. طيب انضم الان، احصل الان، الكلام ده كله طبعا برضو مهم. طيب انت هنا بتختار على حسب المجال بتاعك. انا هعمل انضمام الان مثلا. طيب المقدمه، عنوان كبير، انت هنا بتكتب عنوان معين، وهنا كمان النص الاساسي، وهنا كمان بتختار الاسم الاول، وممكن كمان تضيف محتوى تاني يعني مثلا ميعاد او كلام من ده. وده طبعا بيفيد الريال استيت وبيفيد برضو اللي بيقدموا كورسات واللي بيبيعوا برضو منتجات فيزيكال، بس مش هيفيدهم قوي يعني الجزئيه. تمام. طيب بعد ما بتختار كل ده بتعمل اسم للقالب او التمبلت دي، وبعدها بتعمل حفظ علشان تفتكرها بعد كده. تمام. دي جزئيه كلنا عارفينها يعني. ندخل هنا على التتبع، التراكنج. دلوقتي انت لو عندك بيكسل وعندك ويب سايت لازم ان انت تعمل الاعدادات. تمام. لانها مهمه جدا جدا، بس احنا مش محتاجينها خالص دلوقتي. احنا بس كل اللي احنا محتاجين، طبعا هو بيقول لي هنا يجب تحديد عنوان للاعلان، على ان احنا لسه ما ضفناش لا فيديوهات ولا صور، فطبعا لازم احنا نضيف ده عشان المشكله دي تتحل. طبعا دي حاجه مطلوبه، لكن احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ احنا عايزين نيجي هنا على الجزئيه دي. ركز جدا معايا. لو بصيت هنا على المجموعه الاعلانيه تكرار سريع. طب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اللي هيحصل، وركز معايا جدا جدا جدا، احنا هنعمل هنا 3. طب ليه 3؟ لان احنا هنعمل كذا ادست مش واحده بس، عشان نعتمد ونشوف ايه فيهم اللي شغال احسن. تمام. طيب بيقول لك تطبيق التوصيات اللي هي ريكومندد يعني. تمام. تشغيل الادفانتج بلس للجمهور ولا تشغيل ادفانتج للمواضيع؟ طيب انا هعمل هنا 2 وبعدها هقول له المواضيع دي لا اطلاقا. طب ليه اطلاقا؟ لان انا مش عايز الميزانيه بتاعتي تتحرق على مثلا اودينس نتورك، ماسنجر، الكلام ده كله. انا مش محتاج ده. انا محتاج بس انستا، او لو انت برضو عامل فيسبوك مفيش مشكله، انستا وفيسبوك بس. مش عايز بقى حاجه ثانيه عشان ما اضيعش الميزانيه بتاعتي على الارض، عشان لما اصرف حتى لو هصرف ارقام معقوله على الاقل يعني تتصرف على حاجه فعلا انا عارف هي بتتصرف فين. تتصرف على فيسبوك، انستا بس. مش عايز بقى اقعد اصرف ميزانيه على الارض، فاهمني؟ الا لو انت بقى بتعمل
بتعمل اويرنس برضو في نفس الوقت بجانب السيلز يعني. طيب بتعمل بعدها تكرار. بعد ما تعمل تكرار زي ما انت شايف كده هيجي لك هنا المجموعات الاعلانيه اللي احنا عملناها. طيب زي ما انت شايف انت طبعا بتغير الاسامي بناء على ايه؟ علشان خاطر تعرف انت هتشتغل ازاي فيما بعد، تمام؟ عشان تحفظ طبعا كل حاجه. طيب زي ما انت شايف كده احنا عملنا 1 2 3. تمام قوي كده. انت محتاج تعمل ايه؟ مش محتاج تعمل حاجه خلاص كده. المجموعه الاعلانيه الاولى الادست 1، ممكن تكتبها ادست 1 عشان تفتكر، ادست 2، ادست 3. يبقى انت كده عملت الثلاثه مع بعض. طبعا انت هنا بتيجي في الاخيره بتغير الفيديو او الصوره اللي انت حاططها، في الثانيه بتغير الفيديو والصوره اللي انت حطيتها، بس كده تمام. طبعا انا لو ضفت صوره زي ما قلت لك يعني هضيف صوره حالا دلوقتي. طيب احنا كده خلاص فهمنا كل حاجه. هو بس علشان انا يعني ما ضفتش الصور فقال لي هنا مراجعه خطا واحد يعني، تمام. بس طبعا هنا بيظهر لي المشكله دي علشان خاطر زي ما قلت لكم ان انا عندي مشكله ان انا ما ضفتش لسه الصور يعني، تمام. فهنا طبعا انت بتضيف الصور من هنا او الفيديو من هنا، تمام. طيب بعد كل ده انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ببلش على طول. خلاص كده انت شغلت الكامبين بتاعك. فانا فهمتك قبل ما انت بتخش على الحساب الاعلاني بتاعك بتدخل فين علشان تعرف الكرياتيفز اللي انت هتشتغل عليها، وفي نفس الوقت كمان برضو عرفتك الابديتس اللي شغاله بتشتغل ازاي، او تفهم المايند سيت الخاصه بميتا، تفهم طريقه تفكير ميتا بتشتغل ازاي علشان تعرف ان انت تفهم مرحله الليرنينج في نفس الوقت، وتعرف انت هتشتغل ازاي كتست. وبعدها نشتغل على السكيلينج. طبعا هنتكلم عن السكيلينج وهنتكلم عن كل ده، ولكن هو بشكل اختياري. لو انت حبيت ان انت تنضم معانا في الكورس اللي احنا عاملينه، الحمد لله انا والبشمهندس بلال خبره الحمد لله كبيره جدا في الميديا باينج، ويعني ده مش كلامنا، ده بناء على شركات الحمد لله اشتغلنا معاها حققنا لهم نتائج كويسه جدا. فانت لو حابب يعني مش اكتر تنضم معانا لاستشاره تسويقيه، او في نفس الوقت لو انت حابب برضه كورس كامل متكامل سواء كان برايفت خاص بيك انت وبس، او كمان كورس مسجل، او في نفس الوقت محتاج اي سؤال موجود، طبعا انا سايب لك ويب سايت تقدر ان انت تدخل عليه وتشوف باقي الديتيلز. وما تنسناش من الدعوات، وان شاء الله خير وربنا يكرمنا ويكرم حضرتك ويكرمكم، وان شاء الله اللي جاي خير. ما تنسوش السبسكرايب لان ده بيفيدنا جدا جدا على الاستمراريه. شكرا جدا لحضرتك.